يا صباح الفل، يا صباح النشاط، صباحكم مشرق بنور الله. صباح جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب العالمين، ودايما كده تكونوا من أحسن حال لأحسن حال إن شاء الله. النهاردة كده الشموسة حلوة، شايفين شموسة مشرقة مشرقة يعني النهاردة حلوة حلوة يعني. اللهم صل على سيدنا محمد أهي. والجو حلو جميل جميل زيكم كده. صباح الفل، صباح العسل، صباح النشاط. تعالي، الجو جميل جميل النهارده ودافي وحلو. يلا أبح تعالى عشان نفطر. يلا يلا حبايب قلبي، اتفضلوا معايا الفطار. فطار رايق خفيف بسيط ظريف. طبعا هو مش خفيف خالص. تقولي اساسا ده فطار خفيف؟ هقول لكم يا ولاد انا عندي عمال النهارده الجمعه بس عندنا عمال. هما نفرين وابو ملك، يعني 3 انفار بابو ملك، ماشي مش كتير. وانا جهزت لهم صينيه فطار، عملت لهم فول وعملت لهم ملوخيه وعملت لهم بطاطس وطعميه وبتنجان. ده عينات كده من الليل اللي انا عاملاها. وكنت عامله لهم بيض شكشوكه ماشي بالشبت كده وبتاع الطماطم والبيض. اللهم صل على النبي. كنت عامله لهم خيار وعامله لهم جبنه قديمه وعامله لهم ايه تاني يا سوسن. الاكل والله على الصينيه مال ما شاء الله الصينيه كتير. وعامله لهم الشاي ومظبطه لهم. وابو مالك اجى خد الصينيه والله حتى نسيت اصورها لكم. من الاستعجال. فانا قلت افطر انا بقى مين والاستاذ مالك. الاستاذ مالك زعلان وعمال يعيط ونايم على الارض ازاي، عايز ينزل تحت ورا باباه. المهم هنظبطه الوقتي وهنفطر ننزل معاه تحت في الشموسه شويه، نقعده مع تيتا كده وانزل واطلع انا يا حبايبي اجهز الغدا. هطلع انا بقى اجهز الغدا ليهم. النهارده برضه هيتغدوا عندنا وهشوف هعمل لهم ايه. لسه كده محتاره بصراحه. ابو مالك بيقول اعملي سمك وانا بقول بلاش نعمل زفر يعني وكده ما ينفعش. قال لي لا اعملي سمك النهارده. انا نفسي في السمك وبقالنا كام يوم ما اكلناش سمك. قلت له تمام. فهنشوف لسه يا ولاد هنعمل سمك ايه. يلا بينا تابعوا الفيديو واحبكم فلاش ونص لايك. استاذ مالك زعلان عيل مجرف. يلا زعلان ليه؟ هي مالك مزعله مالك ليه؟ طبعا تعملي فحم عشان نطلعها. دي بطاطس يا حبايبي مجهزينها للغدا وسايبينها في الزيت كده عشان نحمرها تاني تبقى مجرمشه. هناك بتجهز البخور. حبايب قلبي عملنا بقى بصلتين حلوين كده خرطناهم ناعم في الحله زي ما انتم شايفين. وحطيت الزيت بتاعي وبسيبهم بقى يتحمروا حلو قوي عشان خاطر يدوني اللون البني الحلو اللي احنا بنشوفه مع بعض على طول. رز الصياديه تمام. نعملهم رز الصياديه النهارده مع السمك. انا عندي شبار كبير او زي ما انتم متعودين معايا برضو. اللهم صل على النبي. ورحت جبت لهم برضو على الشبار ده اللي هي سمكه الجمره يا حبايبي او السردينه تمام. جبت لهم سمك من ده مع السمك اللي هو الشبار ماشي علشان يكفي. وبألف هنا والف شفا. هنحط من ده وده الاتنين مع بعض. بس انا كل ما اطلع بقى دور هشوي الباقي علشان خاطر لسه هياخد معايا وقت على البوتاجاز. لان انتوا عارفين الشيطه بتاعتي صغيره وبتاخدش الاتنين عشان السمك ما شاء الله كبير. معايا البطاطس هنا حمرتها نص تحميره وهسيبها لما اخلص كده وابدا ان انا اجهز الاكل. اقوم جايه محمراها تاني هتلاقوها مجرمشه ومش فيها اي زيت وحلو. معانا الدجه بتاعه السمك تمليحه يعني. طلع السمك بقى من على الشياطه كده وبعد كده بنحطه في الدجه دي. بألف هنا والف شفا. نعم نعمين ولا حاجه. جهزنا الخضره بتاعتنا. معانا لسه هنا بصل اخضر اهو لسه هنضفه وهنظبط الدنيا يعني يا حبايبي مع بعض. حبايب قلبي اتفضلوا معانا الغدا. احلى سفره واحلى احلى غدوه. السمك المشوي الحلو بتاعنا اهو بألف هنا والف شفا. رز الصياديه بطاطس والسلطه. وما ننساش برضو الخضره والبصل الاخضر تمام. شويه مخلل وزي الفل بألف هنا. يلا بينا نطلع لهم الاكل عشان هم خلاص جاعوا. يلا طبعا بعد الغدا كده ودينا الشاي للعمال. ومالوكه كانت طالعه تجيب بقى الصينيه والمواعين كده من فوق علشان خاطر خلاص كده بنشطب ونغسل المواعين. والله انا عايزه كوبايه شاي كده بعد السمك ده وبعد الصداع اللي احنا فيه ده. الحمد لله مالك نام. اخيرا مالك المغرب هيقول وولك بتقول لي اخيرا. ما صدقت نومته يا ولي. طبعا بقى يا حبايبي لازم بقى نغسل شويه المواعين اللي باقي. احنا طبعا شطبنا المطبخ وخلصنا وروجنا وغسلنا كل المواعين. كان الصابون ده واخدينه بيسلكوا بالسوست يا ولاد اللي بيعملوا بقى الكهرباء. المهم نغسل احنا بقى العده بتاعتهم ونعمل لنا احنا شاي تاني. انا وملوكه نشرب شاي
ماشي. فانا اغسل ايه نوعين دي واروج الدنيا كده، واعمل انا وملوكه احلى كوبايه شاي عشان خاطر الابله ملك. ابله ملك اللي مزيجانا في عيشتنا. ايه رايكم في ملك دي؟ ايه كلكم بتقولوا ملك عسول، ملك ما تستاهلش كلامي عشان تبقوا عارفين. من امتى؟ من انت عندك بقى مش لازم تتكلمي. بقالي اسبوع بقول لها خدي حاجه للبلد دي شويه، تاخد حاجه للبلد. ما لسه واخده. لسه بدي احبها بالعافيه والله. كونجستي. ربنا يشفيها ويشفينا ويشفي كل مريض، وبحبكم في الله، وشكرا لكم على دعواتكم الحلوه. ربنا يجبر خواطركم ويسعدكم يا رب العالمين، انتوا واخواتنا واهلنا وعيلتنا التانية. طبعا انا في حاجات كتير في الروتين بتاعي النهارده ما صورتهاش معاكم من التعب اللي انا فيه بصراحه. العلاج اللي انا باخده يا حبايبي مخليني بصوا يعني عامله زي التايهه ودايما عايزه تنامي وعايزه افضل نايمه ومتلوهه. يعني انا صاحيه بس حاسه ان انا نايمه، يعني فاهمين انتوا ازاي؟ حتى يعني الولاد بيكلموني ابو ملك داخل طالع ياخد حاجه، اعمل حاجات سخنه للعمال، بطبخ، حاسه ان انا تايهه ومش يعني مش مستوعبه اللي انا فيه. يعني واخدين بالكم ازاي؟ انا مش عارفه والله يا ولاد. ببقى بعمل الحاجه او بكلمهم وحاسه ان انا بنام كده، عايزه افضل ايه نايمه مش عارفه ليه. المهم ربنا يشفينا. حتى انا النهارده يعني العلاج مش خدته كله علشان حسيت ان هو قلت يمكن من العلاج طبعا في حاجات بتخلي الواحد ينام، قلت ابطلها النهارده عشان العمال، بس لسه برضو الضخه والضغط واطي من كتر العلاج. فالحمد لله. هنعمل ايه؟ مش بايدينا حاجه يا ولاد، احنا كل اللي نقدر عليه نقول الحمد لله. الحمد لله خلصنا على خير. ونعمل لينا شويه شاي حلوين يظبطوا الدماغ دي كده، يمكن تصحصحنا شويه لبقيه الليله لان احنا لسه المغرب. وطبعا انا مش هنام دلوقتي مهما تعملوا فيا، مش عارفه انام ليه؟ طول ما حد صحي حواليا مش بعرف انام ليه؟ فانا لازم اخر واحده انام في البيت، مش عارفه ليه. مين زي كده؟ يعني في حد زيي ولا انا بس؟ لازم اطمن على كل. بصوا على راي البنات اخواتي بيقولوا لازم تطمن على البيبان والشبابيك والانابيب وكله. انا كده طبيعتي كده من وانا بنت، احب اطمن على كل حاجه وانام اخر واحده. فيلا بينا نعمل الشاي. احبكم في الله، ما تنسوش دعواتكم لينا. ربنا يسعدكم يا رب. احب اغلي الشاي عشان يديك ايه شاي مظبوط كده، مش الشاي اللي هو الكشري اللي بيبقى مش بطعم، ده عامل زي الميه السخنه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين الرسمه بتاعت امبارح؟ انا استغربت اقول دي بتاعت مين؟ اكيد بتاعت ماما، هي اللي حطوها. انا كل ما احط كوبايه تبص زي دي كده يا جماعه. الرسمه بتاعتها كده. عشان ده صيني ده جزيز فبيلزق عليه. يلا اتفضلوا معانا كوبايه الشاي المتينه دي، احلى كوبايه شاي. نحوش الرغوه لان يعني بقول ان الرغوه دي كلها يعني يا اولاد حاجات مفيده للجسم. انا ازاي مش عارفه يعني. المهم احنا هنشيلها غلط زي ما انتم شايفين كده. يا سامي خلاص الايه الشبوره هتنزل اهي، وهي بدات تنزل من بعيد. خلاص كده المغرب هيقول. احبكم في الله ومش تنسوا لايك. بقى اللايك. الجو النهارده كان حلو ودافي مستجع اصلا. واحنا بقى ونستنى بقى ان شاء الله ننزل المغرب ونقعد نتلف ونقعد يا ولاد. يلا بحبكم في الله. باي.